نوفمبر اللي فات، بس كان الجدول بتاع النشاط مكتمل ففضلنا نعملها في ديسمبر. احنا بنرحب بيكم، ودايما المكتبه مش دورها ان هي تقدم علوم فقط، ده الفن ده شيء اساسي في قوتنا الناعمه، واحنا بنعتبر اي فنان مصري او عربي هو فنان مصري، وبنرحب باي فعاليه تخص الفنانين كلهم مصريين وعرب. ان شاء الله عندنا الندوه القادمه يوم 6 يناير هتكون حول المراه والاعلام، وتحضر فيها الاذاعيه والوزيره السابقه دوريه شرف الدين. نتمنى حضراتكم تكونوا موجودين معانا. والساعه 5 نبدا الساعه 5 دايما. احنا دايما فعالياتنا بتبقى موجوده على جروب مكتبه القاهره الكبرى على الفيسبوك. يعني الفعاليه دي هتبقى موجوده على الجروب بكره، ممكن تشوفوا صوركم ونشوف الاغاني كلها على الجروب ده. نتمنى حضراتكم تشتركوا في الجروب وتتابعوا الفعاليات بتاعه المكتبه. نرحب بيكم كلكم في اي وقت في المكتبه صباح الخير. شكرا لفناننا والفنانين كلهم اللي قدموا اغاني واللي هيقدموا اغاني، وبنشكر بشكل خاص الاستاذ عادل السيد والساده الموجودين على المنصه، ونشكركم على حضوركم. اهلا وسهلا بكم في اي وقت. شكرا. شكرا دكتور مكتبة القاهره وعلى التعاون والمحبه واستضافه دايما جمعيه محاسب الموسيقار فريد الأطرش. وبالمناسبه طلبنا نعلن عن ندوه، احنا الخميس القادم في سينما الحضاره في دار الاوبرا المصريه. الله. الخميس القادم فعاليه ايضا لاحياء تراث وذكرى الموسيقار فريد الأطرش الساعه 5 ايضا يا جماعه. الساعه 5 للجميع عشان يبقى عندنا وقت صغير. يا همام انت يا بطل. كده الجمعيه لازم تقوم بدورها طبعا. والفعاليات دي لو كان حصل في الامور ما كانتش هتتعمل، لما بفضل ربنا والدكتور محمد احيانا ذكر الموسيقار فريد الأطرش. الحمد لله. شرحت لك سبب قلبي يا ظالم، قول شو ذنبي جمعت لك دموع قلبي وبرمش العين.
جمعت لك دموع قلبي وبرمش العين كتبت لك وبرمش العين كتبت لك أنا وحدي بأشواري لا ناس لا كاس ولا سالي أنا وحدي بأشواري لا ناس لا كاس ولا سالي وعلى عهدك أنا بالي وعلى عهدك أنا بالي وليل ونهار حن الليل وليل ونهار حن الليل دليل يا عين على روح الغرامك كان جاني وانا اللي زرعك وانا اللي زرعك والغير جاني